السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الروحانية مجانا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي الرسالة العاطفية هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت، هي ليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الفقير لله، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض حبايبي نشوف النهاردة طاقتكم، طاقة الحبيب، طاقة الطرف الثالث لو كان في طرف ثالث. تعالوا مع بعض نبتدي كده ونشوف طاقتكم انتوا الأول. بس أنا هنزل كده الكارت ده، وبعد كده نبتدي كده ناخد البطاقة دي اللي اتقلبت كده دلوقتي. تمام، تعالوا كده حبايب قلبي ونشوف ونقول بسم الله. أنا شايفاكم كده، طاقتكم بتقول كلام. بصوا حبايبي، شايفين طاقتكم عاملة ازاي؟ هوريكم معايا كده واحدة واحدة. أول حاجة، انتوا متمسكين بمبدأكم، متمسكين برأيكم، بس انتوا أقول لكم على حاجة، انتوا اللي شادين في العريض قوي بقى. انتوا اللي المرة دي مصممين، وكأنكم يا حبايب قلبي قافلين الباب قدام الحبيب، يعني سدين عليه الباب، حاطين قدامه 100 حاجز. ازاي؟ هقول لكم ازاي. يا اما انتوا مصممين على رأي، يا اما انتوا حبايب قلبي مسكتوا عليه ماسكة، والماسكة دي كانت ايه؟ مش ماسكة سهلة، لا، يعني اكتشفتوا خيانته. طبعا زي ما احنا عارفين ان دي قراءة عامة، والقراءة العامة فيها طاقات كتيرة، فبتأخذ من القراءة ما ينطبق عليك وتترك ما لا ينطبق عليك لغيرك. تمام حبايبي؟ شايفة هنا حبايبي انكم انتوا للبعض وللبعض، يعني للبعض متمسك برأيه، وللبعض الآخر هو متمسك بالحبيب بس في نفس الوقت متمسك برأيه، وللبعض الآخر انت قفشت الحبيب قفشة وهو معرفش ينكر، بس في نفس الوقت برضو انت متمسك بيه. طبعا القراءة للرجل والمرأة. تمام، دي برضو من ضمن طاقتكم. انتوا بقى بقيتوا تبصوا للعلاقة بشكل سطحي، ما بقيتوش تهتموا زي الأول. فاهميني؟ يعني ما بقيتوش، مش هقول لكم ان انتوا بتتلاعبوا بيه، لا انتوا مش بتتلاعبوا بيه، بس ما بقاش عندكم في منزلة الأول. الحبيب ما بقاش في طاقة الأول خالص عندكم، لا، طنشتوه، يعني هيفتوا من العلاقة، وكأن كانت جواكم صرخة روحية، كأن جواكم طاقة كده غريبة. يعني برضو هنا شوفوا هنا بعد القراءة دي انتوا اديتوا للحبيب احساس كده اللي هو ايه، ما تتفلق يا عم، عايز تمشي امشي كده. فاهميني يا حبايب قلبي؟ الطاقة كده كأنك بتقول له ايه، انت عايز تعمل ايه؟ مش عايز تقعد، مش عايز تبقى معايا في العلاقة، مع السلامة. فاهميني؟ فانتوا عملتوا كده، دي طاقتكم انتوا، بتبين له مثلا ان انت مش عايزه، ان هو مش فارق معاك. بس انا حاسة انكم انتوا زي ما يكون حبايبي عايزين تاخدوا حقكم، يعني بتعملوا معاه كده عشان تاخدوا حقكم، او ايه، تفشوا غلكم بمعنى اصح. يعني كأنكم بتقولوا له انت مالكش قيمة عندنا. نظام فش غل كده، مش نظام مثلا ان انتوا بتعملوا كده عشان انتوا مش عايزينه، لا، انتوا بتعملوا كده بتوروا له مثلا انا اقدر استغنى عنك، على فكرة انا اقدر استغنى عنك واقدر اعيش من غيرك. فاهمني؟ انا احساسي كده والعلم عند الله. يعني اكتبوا لي، انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات، انا بتكلم بطاقتي الروحانيه او باحساسي الروحاني. انا شايفه كده من وجهه نظري انكم انتوا ناس يعني لا، اصل انتوا قاصدين تبينوا له ده، انتوا قاصدين، مش مثلا انتوا مش لا، ده انتوا قاصدين حرفيا. طب انا عايزه اشوفكم كده، انتوا لسه متمسكين بيه؟ يعني الشخص ده لسه انتوا غاويينه حاطينه في بالكم؟
عايزة اشوف برضو. طاقتكم مش عايز تطلع ليه؟ طب اهو تلات بطاقات طلعت. بصوا انتوا الاول الحبيب شكله كده شلوحكم، يعني بصوا خلاكم ما انتوش عارفين راسكم من رجليكم. واضح كده، واضح ان الحبيب ده استغلك لأبعد الحدود. تمام. وزي ما قلت لكم هنا انتوا اكتشفتوا خيانته، اكتشفتوا خيانة الشخص ده واتصدمتوا بقى بعدها. قعدتوا كده اللي هو ايه ده، نعمل ايه، ازاي كده، وازاي ده يعمل معانا كده. فانتوا جات لكم حالة توهان، جات لكم حالة مش قادرين تصدقوا. معقولة نتخدع فيه؟ معقولة كده؟ ففكرتوا بقى ان انتوا خلاص لا لازم تاخدوا ايه حقكم. تمام. طيب تعالوا كده نشوف بقى طاقة الحبيب بالنسبة لك انت، هو بيفكر فيك بيعمل ايه. طب تعالوا نشوف كده البطاقة دي. الشخص ده كان بيسيطر عليك. بصوا في بطاقة تانية برضو طلعت مقلوبة هنا اهو. الشخص ده كان بيسيطر عليك، يعني انا مش هقول لك هو شخص مسيطر، كان مسيطر في وقت من الاوقات. بمعنى هي البطاقه دي المفروض بتطلع معدوله، لو كنت كده كنت هقول لك الشخص ده مسيطر عليك مازال، لا هو حاليا فقد السيطره عليك تماما. ايا كان بقى السيطره اللي فقدها عليك، يعني فقد السيطره عليك دي من جانب ان هو مثلا انتوا بعدتوا عن بعض، ما بقيتوش تتواصلوا، او انت فعلا اجبرت الشخص ده انك انت ما ينفعش ان هو يتحكم فيك، يعني انت غير قابل للتحكم. تمام. وشايفه هنا الشخص ده بيقول لك ايه، بيقول لك انا مش عارف اتحرر، مفيش حد هيعرف يحررني غيرك انت. هو شايف كده، هو شايف من وجهة نظره انه هو تعبان جدا نفسيا، حاسس على فكرة بفقدان رهيب. الشخص ده فاقد الشغف، وكأنه حاليا بيعيش مراحل فيها عذاب نفسي رهيبة. اللي دوقهولك هو دلوقتي اللي بيدوق. شكل الشخص ده هو اللي سبك ومشى، عشان كده هو دلوقتي بيندم. طيب تعالوا برضو نشوف الشخص ده برضو، يعني في العلاقة كده ناوي على ايه مثلا، او ايه طاقته، ناوي على ايه في العلاقة هنا معاك. ناوي، بصوا طلعت ازاي، ناوي انه يجي يعتذر لك، او ناوي يبدي صلح. هو عنده استعداد للرجوع، عنده استعداد انه يتأسف. شكله غلط فيك قوي يا صاحب الرسالة. الشخص ده شكله غلط فيك وشكله حرفيا انه هو جرحك، مش مثلا زعل، مثلا زعل كده اللي هو مثلا خناقة، لا ده جرحك بالكلام. والجرح اللي هو جرحهولك وبصوا وسبك ومشى، سبك ورحل. بس هو كان ندمان قوي، كان ندمان جدا وندم. دلوقتي هو مازال في طاقة ندم، وهو مش هيقدر انه يكمل على فكرة كتير قوي في الطاقة دي، مش هيقدر. زائد ان انت يا صاحب الرسالة سواء رجل او امرأة بتحاولوا تنسوه. فالشخص ده لما حس انك انت بتحاول تنساه، تعالوا نشوف كده هو حصل ايه، حصل له ايه الشخص ده. ندم، ندم جدا. وتعالوا كده حبايب قلبي ونشوف طاقته كده مع الطرف التالت. انا مش عارفه ليه حاسه اني مش عايزه افوت الكارت اللي طالع ده، فهناخده برضو كده اللي هو ده. وبرضو لسه تعالوا كده ناخد بطاقات تانية كده برضو ونشوف
هيطلع لنا ايه. تمام. انا عايزه انزل بس المايك ده شويه عشان ايه تشوفوا معايا البطايق باذن الله. لغايه دلوقتي مش حاسه اني عايزه اخد بطاقه معينه. طيب ناخد اللي وقعت دي اها، وناخد واحده كمان. احنا طلع لنا كذا واحده بقى، 2 وواحده وقعت اهو، و2 وقعوا كمان يعني. طيب على فكره لما البطاقه بتبقى بتبقى مثلا مقلوبه، ساعات ببقى عايزه اقلبها وساعات ببقى اسيبها مقلوبه زي ما هي. نبتدي كده حبايب قلبي ونشوف وناخدوا كل البطاقات مع بعض. بصوا حبايب قلبي، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الشخص ده لما سبك ومشى كان فرحان قوي انه هو منتصر. عارفين كده الشخص ابو عضلات اللي يكسب كده الجولة بتاعته ويخرج بقى، بس خلاص نفش ريشه كده زي الديك اللي نفش ريشه محدش عارف كده ايه يلمه. فهو كان خارج من العلاقة بسرعة الصاروخ، بس مش هيقدر ينساني. مش هيقدر، هيجيلي يجري، هيقطع كده عليا الدنيا اتصالات وهري كده. وفعلا انت كنت تعبان نفسيا على فكرة لما سابك، بس بعدها انت فكرت بعقلك، شغلت عقلك بمعنى اصح. لما شغلت عقلك ابتديت تشوف اوضاعه وتشوف وضعه وتشوف الشخص ده بيعمل معاك ايه. طب هو تصرفه معاك ده كان نابع عن ايه. انا ملاحظة ان انتوا ابتديتوا تشغلوا عقلكم هنا واكتشفتوا ان الشخص ده بيحبكم قوي، يعني في هنا حب. فاهميني يا حبايبي؟ وكنتوا بتحسوا وبتشوفوا الشخص ده بيعمل ايه. احلى حاجة بقى في هنا في الطاقة ان انتوا الاتنين بتراقبوا بعض. يعني هو بيراقبك وانت بتراقبه، هو حطك في دماغه وانت حطه في دماغك، هو ما مش قادر ينساك ومش طايقك وانت برضو مش قادر تنساه ومش طايقه. حرفيا يعني انتوا الاتنين مش طايقين بعض. بس يعني حتى بصوا، ببص على الكروت هنا بتاعت الطاقه، بص لقيتها مكتوب ايه، بيقول لك التسامح. يعني بيقول لك يا جماعه تسامحوا، يعني اتصالحوا بقى، يعني انتوا ما توجعوش دماغنا. فاهميني؟ فالقراءه بتقول هنا انكم انتوا الاتنين، بصوا حتى شوفوا شخصيتكم عامله ازاي. شوفوا شخصيتكم يا حبايبي، شوفوا شخصيتكم. هو شخص نافش ريشه وانت شخصية عندك كرامة مش طبيعية، وانتوا الاتنين واخدين الموضوع بقى اللي هو ايه تحدي بقى، اللي هو بصوا يعني ايه، هو مش هيغلبني، هو ما يغلبنيش لا. وكل واحد اخدها على عتقه وكرامته. إيه، انا مش قادر لا مش حاضر انا اروح اكلمه، لا. يوم هو جاي يقولك طب وانا اكلمه ليه، هو كان سأل فيا. فكل واحد فيكم اخدها على المبدأ ده. يعني على فكرة انتوا عندكم استعداد للتسامح، يعني على فكرة انا شايفة هنا انتوا عندكم استعداد انتوا الاتنين، وانتوا الاتنين هتموتوا على بعض، وانتوا الاتنين عايزين تكلموا بعض، بس كل واحد حاطط في باله ان هو اللي التاني يجي يكلمه. والمشكلة بقى في العلاقات ان لازم يكون فيها توازن، ولازم يحصل فيها توازن. طب التوازن ده يحصل ازاي؟ لازم واحد لازم واحد يتنازل. ان مفيش واحد تنازل، في علاقات كتيرة قوي بتبوظ وتتفشكل. ده مش علاقات، ده في جوازات اصلا بتبوظ وتتفشكل، لان من الطرفين مفيش واحد فيهم لا راضي يتنازل ولا راضي يتناخي زي ما بيقولوا. فاهمني؟ فانا شايفه هنا يعني ايه مربط الفرس هنا في العلاقه، ان انتوا الاتنين نفس الطبع، وانتوا الاتنين بس اقول لكم على حاجه، هو اللي زعلكم. اقول لكم على حاجه تانية، هو اللي جرحكم وهو اللي خان وهو اللي ظلم. ايوه ماشي. طيب يا موجانا لما هو كده، ما هو اللي يجي يعتذر، عندكم حق، ده عندكم حق. بس مشكله بقى ان انتوا واضح معودينه على ان انتوا اللي تكلموه حتى لو كان هو غلطان. وده الغلط من اول العلاقه يا حبايب قلبي. وده اللي انا بقوله، مش عيب خالص انك انت لما تكون غلطان
تقول انا اسف. العيب انك تكابر وانت عارف انك غلطان. يبقى الطرف التاني لما يكون الطرف التاني يا حبايب قلبي عارف ان هو اللي غلطان وما يجيش يصالحك، انت مكسب ليك ان هو ما يجيش يصالحك. مكسب ليك ان هو يعمل كده. ليه؟ فهمته. لان ان شخص يكابر وما يجيش يصالحك، يبقى ده بعد الجواز هيعمل ايه؟ فاهمني؟ طيب ان حسيت ان هو بيجي يعتذر، انت من نفسك لما هتكون غلطان اوتوماتيك هتروح تعتذر. يعني هو ده الطبيعي بتاع البني ادمين. ده ما فيهوش بقى اصل كرامتي واصل كبريائي. كرامتي وكبريائي ده لما تكون انت مش غلطان، زي موقفك كده، انت مش غلطان. انا مش شايفه في الطاقه هنا ان انت اللي غلطان، بالعكس الشخص ده اللي جرحك وخلاك قاعد تكلم نفسك. شايفه حد هنا خلاك بتكلم نفسك. وانا ما بحبش الناس اللي تخلي انسان لا يعيط ولا يقعد يكلم نفسه. اكتر حاجه تخليك ان انت او اكتر حاجه بجد تعصب في اي علاقه ان انت تقوم قاعد تقول ايه، طب هو كان يقصد ايه بعد ما تقفل مثلا الموبايل مثلا، او بعد ما تسيبه وتمشي، هو كان يقصد ايه؟ هي الكلمه دي لا 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 لا، هو اكيد كان يقصد النيه الحلوه، اكيد كان يقصد مش عارف ايه. فبعد كده تتفاجئ بقى مع مرور الايام ان الشخص ده كانت نيته سودة وما كانش قاصد اللي في بالك انت. ليه؟ عشان انت ما بتحطش النقط على الحروف من الاول. تحط النقط على الحروف من الاول، انت تقصد ايه، فهو يبرر بقى. هو يبرر، ما بررش دي مشكلته، خلاص هو حر، هو اللي اختار. لكن يا حبايب قلبي بلاش انتوا اللي تحطوا التبرير لحد. لا لا، ومش تبرير بالكلام، بالافعال. فاهمين يا حبايب قلبي؟ التبرير يبقى بالفعل. يعني ما فيش حد يقول لك مثلا والله انا بحبك، طب ماشي بتحب اثبت لي. فاهمني؟ اثبت لي، مش تثبت لي بانك تقول لي انا بحبك. لا لا، الحب مش كلام، الحب افعال. فاهميني حبايب قلبي؟ وربنا يجمعكم بحبايبكم على خير. من ناحية انتوا غلط، انتوا مش غلط. من ناحية انتوا تعملوا ايه ولا اي حاجة خالص. كل اللي انتوا تقدروا تعملوه ان انتوا زي ما انتوا كده بشوات، زي ما انتوا قاعدين كده بشوات قاعدين وبتتفرجوا وهتشوفوا هيحصل ايه. بس كده، ده اللي انتوا تقدروا تعملوه. وربنا يهدلكم الحال ويهدي سركم يا رب العالمين. حبايب قلبي، بكده قراءة النهاردة تكون انتهت. انتظروني بكرة بإذن الله في طاقة جديدة مع الحبيب. كانت معكم الروحانية أم جنى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.